ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يلا نحط بقى البرتقال في المية نغليه ونشوف هنعمل ايه. انا معايا 3 مكونات للوصفة بتاعتي النهاردة: كيلو جزر مبشور، وكيلو برتقال بسرة، وكيلو سكر. يلا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه بالثلاث مكونات دول. حطيت الجزر في بولة عشان الطبق كان صغير عليه. هنعمل ايه؟ هنجيب كيلو السكر هنفضيه على الجزر زي ما انتوا شايفين كده. احط شوية واقلب، احط شوية واقلب لغاية لما الكيلو بتاعي يخلص. اهو اقلب بقى كده. انا عايزة السكر يبقى في كل الجزر بتاعي. احط بقيته. انا هحط الكيلو على كيلو جزر. خليكي معايا في المقادير: كيلو جزر، كيلو برتقال بسرة، وكيلو سكر، وهنقلب برضو. خلاص قلبنا الكيلو السكر على كيلو جزر. هركنه بقى ونشوف هنعمل ايه في البرتقال بتاعنا. حلة هي لما هحط البرتقال هتحسوها كبيرة عليه، لا انا هعمل فيها الوصفة كلها. فالحلة اللي هعمل فيها الوصفة هي اللي هحط البرتقال على النار فيها مية عادي من الحنفية خالص. وهنزل البرتقال كده، مش لازم طبعا مغسول كويس جدا جدا. هنزل بقى البرتقال فيها كده وهولع العين وهسيبه لغاية لما يطرى شوية. هتعرفي انه استوى ازاي. تجسي القشره كل شويه تقلبيه عشان الميه مش واصله عليه كله، وكل شويه تجسيه. ولما تلاقي القشره لانت معاكي كده شويه هنطفي عليه. شايفين؟ انا طلعت بقى البرتقال. بصوا طري شويه بس مش طري قوي يعني. بصوا ايديا بتعمل فيه اهو. ودي الميه بتاعه البرتقال. لو شفتي الميه دي ودقتيها هتلاقيها مره جدا كده. البرتقال بتاعنا فقد المراره بتاعته. وزي ما انتوا شايفين الجزر نزل ميه مطرح السكر، وتلاقيه هبط كده في الطبق وسخر، ما بقاش مال الطبق زي البوله زي ما كنت في اول التصوير. هنعمل ايه بقى؟ هنسيب البرتقال يبرد شويه عشان هو قلبه بيبقى سخن قوي. ما يغركيش القشره من بره قادره تمسكيها، لا قلبه بيبقى سخن. وهنعمل ايه؟ هفضي الحله وانزل فيها الجزر ابو سكر ده بميته، اوعي تصفيه. وهقطع قدامكم البرتقال هوريهولكم هيتقطع ازاي. ونكمل بقيه الفيديو. هنزل بالجزر. بصوا نزل ميه ازاي. دي ميه كلها ميه بالسكر. هو نزل ميته. الميه دي هتنفعني في الوصفه جدا، لان انا مش هحط للوصفه بتاعتي دي اي نقطه ميه خارجيه. يلا طبعا انت لو عرفتي انا بعمل ايه اكتبيلي عشان اعرف شطارتكم قد ايه عرفتوا الوصفه قبل ما اقول اسمها. وهستنى بقى لما البرتقال يبرد وهقطعه واوريكم هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين برد بقى خالص. وانا قلت لكم في اول الفيديو ده برتقال بسرعه. هنعمل ايه؟ هنشيل الجزء اللي هو فيه العنقود بتاع البرتقانه كده اهو. نركنها بقى على جنب كده وهنقطعه. انا بوريكم ازاي هنقطعه. تمام. وهشيل الجزء بتاع السره كده وهنقطع بقى كده اهو. انا بقول لازم تبقي غسلاه كويس عشان ما يبوظلكيش الوصفه. قطعته بصوا ازاي. وهنحطه على بقيه البرتقال. بصوا القطع كده بقشره بقشره. هو كده ما فيهوش مراره وهيبقى معاكي في الوصفه جميل جدا. هعمل برضو التانية زي ما عملت الاول. النص الاولاني بقطع كده. بس ايه هوريكم حاجه عشان احنا هنضرب كل الخليط بتاع البرتقال ده. القطع بتاعه البرتقال دي في الخلاط او الكبه. كبتك فيها مشكله او ما عندكيش خلاط هوريكي تعملي ايه. عارفه لما بنقطع البصل
عشان نعمله في الخضار بنقطعه مكعبات صغيرة. انا هقطعها هتطلع مش صغيرة خالص، رفيعة كده. بصي اهو، عشان برضو هيديكي نفس النتيجة في الاخر. قطعناها اهو. نيجي بقى هنا نعمله صغنن خالص كده، شايفة؟ ولا هتعمليه بخلاط ولا هتعمليه، بصي صغنونه ازاي، وهيعمل معاكي نفس النتيجة. لكن انا هضربه في الخلاط فبقطعه اكبر من كده. حطيت المكعبات بتاعه البرتقال في الكبة، وهاخدها في الكبة كده وشين 3 علشان خاطر ينعم معايا شوية. خلاص انا ضربته، حتى لو في قشرة برتقان ما نعمتش شوية مش مشكلة، هي هنحطها بقى على الجزر كده، كمية البرتقان كلها على الجزر كده اللي هو نزل ميته من الكيلو السكر. الكيلو برتقان بياخد كيلو سكر كيلو جزر. البرتقان بتاعي بيبقى بسرعة، مش برتقان بلدي ولا سكري يا جماعة. انا عايزاه بسرعة، عشان ابو سرعة ما بيبقاش قشرته مرة زي البرتقان البلدي. وبنقلب بقى كده وهنولع النار. اول ما هولعها هتبقى النار عالية، واول ما يغلي غلوتين هوطي النار خالص. زي ما انتوا شايفين انا قلبت الجزر والبرتقال والسكر على بعض كويس جدا. طبعا اللي متابعني في اول الفيديو انا ما قلتش اسم الوصفه دي، مربى البرتقال بالجزر يا جماعه، وبتبقى جميله جدا وبتتباع في الاسواق والمحلات. خفيفه ومش حلوه، طعمها ما فيهوش طعم البرتقال خالص، كلها منكهات. لكن انت بتعمليها حاجه نظيفه على قد الايد، ما كلفتنيش خالص، وهتطلع معاكي كمية حلوة قوي. هنعمل ايه بقى عشان المربى بتاعتنا تتظبط؟ ال3 كيلو دول اللي هو كيلو سكر وكيلو برتقال وكيلو جزر بياخدوا نص ليمونة كبيرة او ليمونة صغيرة. انا هنزل بنص الليمونة، انت ممكن تنزلي عليها ربع معلقة ملح ليمون. لكن انا مش بفضل الملح الليمون في الحاجة اللي مش هتقعد ومش هتتخزن مدة طويلة، مش هفرزها مدة طويلة، لا هي هتبقى للاكل على طول. فبستخدم الليمون. ملح الليمون انا بستخدمه لما تكون الحاجة هتقعد عندي مثلا 6 شهور سنة، بستخدم ملح الليمون لان هو مادة حافظة برضو، والليمون مادة حافظة. احنا معلين النار، اول ما تغلي غلوتين كده هوطي النار وايدي فيها كل شويه اقلبها. زي ما انتم شايفين بقى استوت اهي. هنعرفها انها استوت ازاي. بصوا العسل بتاعها وزي اكنها متسبكه، طعمها بقى جميل وريحتها تحفه. انا هعبيها وهي سخنه في البرطمانات، بس مش هقفل البرطمان بتاعي الا لما تبرد خالص، علشان ما يعملش عرق ونقط ميه في الغطا ويعفن لي البطرمان. بص بقى، تحطيها في بطرمانات، تحطيها في علب، براحتك خالص. زي ما انتوا شايفين عبيتها في برطمانات بس وهي سخنه، وهسيبها مفتوحه خالص، مش هغطيها دلوقتي خالص عشان زي ما قلت ما يعملش بخار في الغطا وتبوظ. زي ما انتوا شايفين الكميه، البطرمان ما شاء الله كيلو، يعني طلعت معايا 3 كيلو الا حاجه بسيطه خالص، يعني حوالي 100 جرام كده بس. تحفه تحفه تحفه. احسبيها انت معاكي مع نفسك بقى، كيلو السكر بكام وكيلو البرتقال وكيلو الجزر بكام، وعملتيهم في اقل من ساعة وطلعت معاكي احلى مربى برتقال بالجزر، مغذية، فيها الياف وفيها فيتامين سي. والولاد لما هياكلوها حتى لو ما كلوهاش بعيش وكلوها بالمعلقة تحفة وجميلة جميلة جميلة. البرطمان في السوبر ماركت غالي وما بيبقاش بالجودة دي، لان البرتقال والجزر مش صافي، بيتحط لهم مواد حافظة، واحنا بنعمل حاجتنا في بيتنا وتبقى نظيفة وعلى قد الايد. لو وصفة النهاردة عجبتك يا عمر ما تنسينيش في اللايك والشير علشان خاطر كل الفيديوهات توصلك وتوصل لغيرك ويستفيدوا منها.
يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل ايه بقى؟ هنقول ايه؟ باي باي.